الانترنت. هسجل اهو تسمع الشرح. جامع الآمر بأحكام الله ده بيرجع للقرن العاشر، والراجل ده كان دماغه شوية مهوية كده. كان بيحب ايه بقى؟ يحب البدويات، يحب قوي الستات البدوية. فهو كان على ذمته 3، يعني انت معاك 3، عايز ايه تاني؟ ندى الوزير بتاعه مأمون، قال له تعالى، قال له ايوه يا مولانا، قال له عايزك تشوف لي كده بدويه كده حلوه كده وتعرف تغني وبتاع. قال له طب ما انت معاك 3. قال له انت شريكي؟ مش ربنا اداني هتجوز 4؟ دور لي على بدويه من مصر. قال له حاضر. نزل على الواحات البحريه، فالناس سمع ان في بدويه اسمها عاليه، والعاليه دي حلوه قوي وبتعرف تغني وحاجه اخر حلاوه. فقال طب ما توروها لنا يا جماعه ما نسمع صوتها يعني. فراح يشوف عاليه دي لقاها جميله وبتغني وصوتها حلو وبتاع، فقال لك بس ده طلب مين؟ الخليفه. رجع للخليفه قال له انا لقيت لك بقى طلبك 10/10 وبتغني والدنيا هنا. قال له طب اطلبها لنا. قال له انا اللي هروح اطلبها. قال له اه، بس قبل ما نطلبها انا هتخفى في لبس بدوي واروح اشوفها، مش ما تعجبنيش. فلبس لبس بدوي وراح ايه الواحات البحريه وشاف عاليه وسمعها، قال لك هي دي انا هتجوز البنت. ماشي. بعد كده بعت الوزير بتاعه يطلب ايديها من اهلها، بس عاليه دي كانت مخطوبه لابن عمها. قامت امها بتقول لابوها، بتقول له ايه؟ افرض ان احنا قلنا للخليفه انها مخطوبه، تفتكر يعني الخليفه هيرحمنا؟ ما هو هيموتنا ويموت خطيبها وهياخد البت غصب عننا. بقول لك ايه، احنا نفهم الوضع لخطيبها ونقول له يا ابني كل شيء اسمه ونصيب واتكل انت على الله، ونديله البت بدل ما يموتنا كلنا. قال لها انت شايفه كده؟ قالت له ما فيش غير كده. جابوا خطيب ايه؟ عاليه دي. قالوا له بص يا ابني الوضع كذا 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 والخليفه طلب ايد البنت واحنا مش هنقدر نقول له لا. الواد اتعفرت، اتجوز عاليه. جت عاليه هنا بقى قالت له اسمع بقى ما اقول لك، انا لا ليا في قصور ولا ليا في الفيلم ده، انا ست واخده على الصحراء، انا ماليش ما تحبسنيش في بيت انا. قال لها الله امال هتقعد في ايه؟ قالت له ما اعرفش اتصرف. فراح جاب لها الجزيره بتاعت جزيره الروضه. جزيره ايه؟ الروضه. قال لها بصي انا مش اتجوزتك وعايزه انت تقعدي مع نفسك كده، ادي جزيره الروضه هي يا ست كلها بتاعتك اهي، اقعدي برتاحي فيها زي ما انت عايزه، الجزيره كلها بتاعتك، وهبني لك قصر كمان فيها يلا محندق كده على قدك اسميه قصر الروضه. وبنى لها قصر وقعدت في الجزيره. بس بقى هو معاه 3 حريم تانيين، فبقى يجي لها كل 10 ايام كل اسبوعين. فالبنت زهقت وابتدت تبعت مراسيل لابن عمها خطيبها القديم. قالت له ايه يا عم الخليفه اللي انتم مجوزينه لي ده بيسيبني بالاسبوعين وما بشوفوش وقاعده لوحدي وانا طهقانه وانا. قال لها طب والله العظيم لا اقتله. قالت له تقتل مين؟ ده الخليفه. قال لها هقتله، انت بس عركك تقولي لي هو بيجي امتى ومالكيش دعوه. وفعلا لبت له في الجزيره، والخليفه جاي راح منقض عليه وراح ضربه بالسكينه في صدره. فسموا الخليفه ده الخليفه المسكين اللي مات بالسكين، لانه مات على ايد ايه؟ خطيب عاليه دي. فهمتي ازاي؟ وعلى فكره الامر باحكام الله دوت بعد شوف الوزير بتاعه خدمه ازاي وراح ختمه، موت الوزير بعيلته كلها. مجنون. هم ليه سموا الجامع ده بقى جامع الاقمر؟ بصي بقى هنا بقى يا ستي كان في دير مطرح الجامع ده. ما هو اللي بنى سور القاهره القديم ما مسيحيين، مش هم رهبان؟ والرهبان دول هيروحوا يصلوا فين؟ في الشارع؟ مش لازم نبني لهم دير عشان يصلوا فيه؟ فبنينا لهم الدير ده وكان اسمه دير المعظمه. ليه؟ لان لما كان راهب يموت منهم ما كانوش بيدفنوه، كانوا بيحطوه في اوضه زي المعظمه اللي في سانت كاترين كده، فبقى في عظم رهبان كتير اللي كانت بتموت. فده كان دير اصلا، دير المعظمه. وبعدين بعد كده في ايام بقى ما الفاطميين جم عملوا سجن اسمه سجن المقشره. ياه
مفيش مؤرخ ما كتبش عنه. السجن ده من سور القاهرة لحد الجامع الحاكم، طول وعرض تحت الأرض. كل السجون قبل محمد علي كانت تحت الأرض. أول ما جه محمد علي في الحكم السجون بقت فوق الأرض. هو أول واحد عمل السجون فوق الأرض، كلها كانت تحت الأرض. سجن المقشرة ده بقى ليه؟ لأنه لما المدير ده اتهد عملوا بداله مكان لمقشرة الرز يقشروا فيه الرز، فسموه سجن ايه؟ فسموه ايه؟ المقشرة. فكانت المقشرة دي بقى مسافة بقى. السجن ده جه منه المثل اللي بيقول ايه؟ الداخل مفقود والخارج مولود. لأنه كانت حفرة تحت الأرض بعمق 5 متر، يروحوا منزلين السجين في الحفرة، ولا يعذبوه حاجة في حفرة عامل كده، فبينام هو واقف بيعمل تواليت كواء وحشرات بقى وكله. فالسجان يقعد يتسلى عليه كده ويقول له ايه؟ انا النهارده هروح لمراتك، النهارده هعذب ولادك، النهارده هعمل واسوي. فاهمه ازاي؟ كان سجن بشع فظيع. والسجن ده دلوقتي موجود تحت الارض بس يعني طمس يعني. فاهمه ازاي؟ فسموا ايه المكان دوت المقشره. وبعد كده جه الامر باحكام الله وراح عامل لنا ايه؟ الجامع بتاعه ده اللي سموه الاقمر، علشان الاعمده اللي فيه كلها لونها رمادي فاتح زي لون القمر كده، فسموه جامع ايه؟ الاقمر. تمام. عرفت القصه؟